رمضان كريم. النهارده أول يوم رمضان ومعانا حكايات في الحلويات. كان في أمير بيحب ينزل يصطاد، ينزل الغابة، ينزل الصحراء، يرمي بالسهم، يرمي بالخنجر. المهم إن هو بينزل يصطاد، وكان بياخد معاه الوزير. بس ينزل يصطاد وياخد معاه الوزير. كل يوم يلم السلاح، يلم السهام، يظبط العدة، وينطلق على ايه؟ على الصحراء او على الغابة. تمام. يجي في يوم ما يرجعش معاه صيد، مفيش، ما اصطادش حاجة. الوزير يقول له ايه؟ لعله خير. مرة تانية برضه الوزير يقول له لعله خير. برضه يجي يرمي السهم او يرمي الخنجر وما تصيبش الهدف، الوزير يقول له لعله خير. في مرة الصبح وهو بيجهز العدة بتاعة الصيادة، بيظبط، راح الخنجر ضارب صبعه، راح صبعه مقطوع. طبعا الدم انفجر في المكان. يجي الوزير يقول له ايه؟ لعله خير يا امير. خلى الامير جن. لعله خير ازاي؟ ده انا صبعي مقطوع والدم غرق المكان. لعله خير ازاي؟ يا حراس خدوا الوزير على السجن. الوزير قال له يا امير انت هتودينا على السجن؟ قال له ايوه. قال له لعله خير يا امير. يوم واتنين الامير حب ينزل يصطاد، لم عدته وقال ايه؟ انا هطلع لوحدي. اول ما وصل للمكان، صحراء بقى، غابة، اول ما وصل للمكان هجم عليه عصابة، شوية رجال كده، بس تقريبا كانوا بيعبدوا حاجة كده. كان عندهم زي صنم كبير عند القرية اللي هم قاعدين فيها، بيعبدوه. خدوا الأمير هناك. كان في اليوم ده لازم يذبحوا شخص قدام الإله اللي هم بيعبدوه ده، لازم يذبحوه ويطرطشوا الدم كده حوالين الصنم اللي واقف ده. تمام؟ نيموا الأمير. واحد منهم مسك السيف ولسه هيذبح، لقى صبعه مش موجود، راح موقف العملية وقال لهم ما ينفعش نذبح حد يكون ناقص حاجة، ده ناقص صابع مش هينفعنا. سابوه. الأمير طبعا فلق راح على الايه؟ القرية بتاعته ولا المدينة بتاعته. راح على الوزير على طول، حكى له الموضوع. قال له أنا كذا كذا كذا، لو كنت صابعي ما اتقطعش كان فاتهم ذبحوني. قال له أنا عشان كده كنت بقول لك لعله خير، أي حاجة تحصل لنا لازم نقول لعله خير. قال له طيب أنت لما أنا قلت لك روح على السجن أنت قلت لي إيه؟ قلت لك لعله خير يا أمير. إزاي بقى لعله خير؟ طب أنا وديتك السجن أهو، لعله خير يعني إيه؟ قال له يا أمير لو أنت ما كنتش وديتني السجن كنت أنا جيت معاك صح؟ قال له أيوه كنت أنت جيت معايا طبعا. قال له لو أنا كنت جيت معاك كانوا ذبحوني أنا، فلما أنت قلت لي روح على السجن أنا قلت لعله خير، يمكن يحصل حاجة أكتر من السجن. ده درس للأمير ودرس لأي حد، أي حاجة تحصل لك لعله خير، والحمد لله على كل حال. رمضان كريم يا جماعة، معانا حكايات في الحلويات، ابقوا معنا على رأي عمرو أديب.